مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أحيت الجاليات الإريترية في واشنطن ولاس فيغاس وسياتل وكولومبوس وأتلانتا ودالاس بالولايات المتحدة الأمريكية أحيوا 20 من يونيو يوم الشهداء. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهاني جبرهويت في مناسبة إحياء يوم الشهداء في واشنطن، قال أن يوم الشهداء الذي يتم إحياؤه يوما واحدا في السنة له دور لا يستهان به في تجديد العهد، ومن الواجب علينا تمجيد شهدائنا الأبرار بأعمالنا اليومية وتجديد العهد للوفاء بالأمانة الملقاة على عاتقنا. وأوضح ممثل شباب الجبهة الشعبية الشاب ألكسندر تسفاي أن عملية بناء البلاد هي مسؤولية الأجيال، داعيا الشباب للحفاظ على قيم مجتمعهم وتعزيز المشاركة في تنفيذ أمانة الشهداء. وأكد الإريتريون في لاس فيغاس في إحياء ذكرى الشهداء بأن أمانة الشهداء تنفذ بالعمل المتفاني، مجددين العهد لإنجاح البرامج التنموية عامة ورعاية أسر الشهداء خاصة. وفي ذات السياق قدم 125 من أعضاء الجالية الإريترية خلال المناسبة أكثر من 5000 دولار لصندوق أمانة الشهداء، متعهدين للتبرع مستقبلا بدولار واحد يوميا دعما لصندوق أمانة الشهداء. كما أحيا الإريتريون في سياتل يوم الشهداء بفعاليات تعكس طبيعة الكفاح والبطولات التي صاحبته. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات ومسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المدينة خلال المناسبة أن أمانة الشهداء تنفذ بالدفاع عن الاستغلال الذي تحقق بتضحيات جسام، وكذا إعادة إعمار البلاد. وتبرع المشاركون في المناسبة بأكثر من 14,000 دولار لرعاية أبناء الشهداء. كما أحيا الإريتريون المقيمون في دالاس وكولومبوس وأتلانتا وأوكلاند يوم الشهداء بتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء وإعادة إعمار البلاد والذود عن الوطن. أحيا الإريتريون المقيمون في مدن لندن وليدز ومانشستر البريطانية ومدن روتردام وأمستردام ولايدن الهولندية وإسرائيل أحيوا 20 من يونيو يوم الشهداء. وقدم سفير إريتريا في إسرائيل السيد تسفماريام تخستي توضيحا في المناسبة عن مضمون 20 من يونيو يوم الشهداء. وتبرع المشاركون في المناسبة 4400 شيكل و200 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وفي مدينة لندن أحيا حوالي 3000 من المواطنين يوم الشهداء، حيث خاطب المناسبة سفير إريتريا في بريطانيا السيد تسفا ميكائيل جراهتو مذكرا بضرورة تعزيز المساهمة في بناء البلاد وتنمية صندوق أمانة الشهداء. وقدم الإريتريون المقيمون في مانشستر وليدز في مناسبة إحياء يوم الشهداء 1200 جنيه لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما أحيا الإريتريون المقيمون في مدن روتردام وأمستردام ولايدن الهولندية يوم الشهداء بالتعهد لتعزيز المساهمة في إنجاح البرامج الوطنية. وقال مسؤول الشؤون القنصلية في هولندا السيد سولومون محاري خلال المناسبة التي جرت في روتردام، قال أن شهداءنا هم أساس وجودنا وكبريائنا. وقد تبرع المواطنون في المدن الثلاثة بأكثر من 16,000 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. قدم 11 مواطن من مدينة تسني مبلغ 200,000 نقفة بمناسبة 20 من يونيو لمساعدة أسر الشهداء، وذلك مواصلة للدعم الذي ظلوا يقدمونه لرعاية أسر الشهداء. وأوضح مدير مديرية تسني السيد تخل برهان جبروالد أن هذا التبرع الذي يقدمه تجار تسني للمرة الرابعة يهدف إلى تحسين الحياة المعيشية لأسر الشهداء، مشيرا إلى أن التبرع تم تقديمه ل20 أسرة شهيد بمعدل 5000 نقفة لكل أسرة، مشيدا بالعمل النبيل. من جانبه دعا مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسنية السيد صالح عثمان دعا أصحاب الأموال الآخرين لاتباع هذا العمل النبيل والمساهمة في دعم أسر الشهداء. وقال رئيس جمعية تأهيل أسر الشهداء السيد ميكائيل تخلي أن هذا الدعم ينطلق من قيم التكافل ويعبر في ذات الوقت عن الاعتزاز بالشهداء. وذكرت السيدة رقية محمد نور والسيدة أباديت قبر مسقل والسيدة عبيد أبو بكر والسيدة مآزة برهاني التي تلقين الدعم
أن الدعم المقدم من الحكومة والشعب يساعد كثيرا في تحسين حياتهن المعيشية. تبرعت أسرة السيد حسن سالم من مدينة مصوع 120 ألف نقفة ل10 من أسر الشهداء بمعدل 12 ألف لكل أسرة. وقال السيد حسن أن هذا الدعم يعتبر متواضعا مقارنة بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء لهذا الشعب والوطن. وذكرت ابنته السيدة حليمة حسن أن التعاضد والتكافل من القيم الإريترية السمحة، موضحة بأن رعاية أسر الشهداء ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي واجب كل مواطن. وقال زوج السيدة حليمة السيد محمد علي محمود أن رعاية أسر الشهداء من مسؤولية الجميع، داعيا لتعزيز مساهمة المواطنين في هذا المجال. وشكر كل من السيد محمد علي إدريس والسيدة مصلال جبريسوس والسيدة أبابا والد مريم الذين تلقوا الدعم بالرعاية التي يجدونها من الحكومة والشعب. وأشاد مسؤول وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد كداني يوهانس بمبادرات المواطنين في الداخل والمهجر لرعاية أسر الشهداء. أحيا الإريتريون في السودان 20 من يونيو يوم الشهداء ببرامج وأنشطة تعكس عظمة المناسبة. وقال السكرتير الأول في السفارة الإريترية بالسودان السيد إبراهيم إدريس خلال الكلمة التي ألقاها في المناسبة أن ذكرى شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الشعب والوطن منقوشة دوما في وجداننا، ويتوجب علينا تجديد العهد لتنفيذ وصيتهم بالعمل. وأوضح مسؤول الشؤون القنصلية السيد إسماعيل موسى من جانبه أن 20 من يونيو يوم لتجديد العهد بتنفيذ أمانة الشهداء من خلال تنمية البلاد والتصدي للعدائيات. وقد قامت الجاليات الإريترية في كل من كسلا والقضارف والخرطوم وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة وشباب الجبهة الشعبية وكذا فروع الجبهة الشعبية وكنيستي القديس ميكائيل وأبوني أرقاوي وعددا من الأفراد قاموا بمبادرة طيبة تهدف لرعاية 65 أسرة شهيد. تلقى 89 من أعضاء وزارة السياحة من الأقاليم الستة دورة تدريبية في الإدارة السياحية. وأوضحت وزيرة السياحة السيدة سكارلو مانقاريوس في مناسبة التخرج التي جرت في إنبات كلا أن الدورة ستساهم في تطور استراتيجية التخطيط وهيكلة وتنفيذ أعمال الوزارة، داعية لتطبيق الدراسة التي تلقوها على أرض الواقع. وقالت أن الدورة سيكون لها دور كبير في حل مصاعب العمل والمساهمة بفعالية في إنجاز الأعمال. وذكر ممثل الخريجين أن الإدارة مجال واسع ويتطلب المعرفة وهو نتاج الخبرات الطويلة، مؤكدا استعدادهم لتطبيق الدراسة التي تلقوها وتأهيل الآخرين. وأشار المشاركان في الدورة عرادي إسياس وهيوان عند مريم إلى أن الدراسة التي تلقوها سيوظفانها لخدمة الشعب والوطن وتطوير قطاع السياحة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونعود إليكم بالأخبار العالمية، فابقوا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، ألقى يوم أمس السبت في الدوحة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ألقى على حركة طالبان عبء إحياء الجهود المتعثرة لإنهاء حرب أفغانستان المستمرة منذ 12 عاما. وحذر حركة طالبان من أنهم قد يفقدون مكتبهم الذي فتح في الآونة الأخيرة بقطر إزاء انهارت مساعي السلام. وكان من المقرر عقد مباحثات تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن طالبان يوم الخميس، إلا أنها ألقيت بعد أن اعترضت الحكومة الأفغانية على الضجة الإعلامية التي صاحبت افتتاح مكتب طالبان في قطر. ولم يحدد كيري ما هي الخطوات التي يريد أن تتخذها طالبان لإحياء الاجتماع التمهيدي الذي زاد الآمال في إمكانية لعب واشنطن دور الوسيط في أول مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية والحركة.
نظم عشرات الآلاف من العمال والعاطلين مسيرة في روما يوم أمس السبت احتجاجا على ارتفاع معدل البطالة لمستويات قياسية ومطالبة حكومة رئيس الوزراء الإيطالي أنريكو ليتا التي لم يتجاوز عمرها الشهرين بمعالجة القضية بصورة تتجاوز الكلمات والخطب الخاوية. ونظمت المسيرة ثلاثة اتحادات عمالية كبرى في البلاد في أول مظاهرة كبرى منذ تولي رئيس الوزراء الإيطالي منصبه وتشكيله ائتلافا واسعا من اليمين واليسار عقب انتخابات غير حاسمة في فبراير الماضي. وقد سجل معدل البطالة في إيطاليا رقما قياسيا بلغ 12% في أبريل، فيما سجل معدل البطالة بين الشباب دون 24 عاما أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 40%. ووجه رؤساء الاتحادات العمالية الذين كانوا يتحدثون أمام حشود انتقادات لرئيس الوزراء الإيطالي قائلين أنه لم يتخذ إجراء لمعالجة تلك المشكلة الملحة. ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة الإيطالية خلال هذا الأسبوع سلسلة من الإجراءات تهدف إلى معالجة البطالة بين الشباب. استخدمت شركة مكافحة الشغب التركية خراطيم المياه لتفريغ آلاف المحتجين في اسطنبول يوم أمس السبت، في الوقت الذي هاجم فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من يقفون وراء هذه الاحتجاجات التي قال أنها تخدم مصالح أعداء تركيا. واندلعت هذه الاضطرابات في ميدان تقسيم بعد هدوء نسبي استمر 6 أيام في أكبر المدن التركية، إلا أنها لم تكن بضراوة الاشتباكات السابقة التي وقعت هناك وفي مدن أخرى قبل 3 أسابيع. وقد ألقى المتظاهرون زهور القرنفل على رجال الشرطة الذين تقدموا نحوهم ببطء حاملين دروعا لإخلاء الميدان. وكانت الاضطرابات قد اندلعت عندما استخدمت الشرطة القوى ضد نشطاء معارضين لخطط تطوير منتزه قازي المجاور لميدان تقسيم، ثم تحولت بسرعة إلى قضب أوسع إذا ما يصفه منتقدون بتسلط أردوغان المتزايد. أصيبت مدينة كالاغاري مركز النفط في كندا بالشلل جراء أقوى فيضانات تشهدها البلاد منذ عقود، حيث تسببت في إغلاق مناطق وانهيار جسور بجنوب إقليم ألبرتا، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم التي أغرقتها المياه. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى رغم فرار السكان من المناطق المتأثرة بالفيضانات. الجدير بالذكر أن حقول النفط في ألبرتا تقع إلى الشمال من المناطق التي أصابها الفيضانات، ولم يتأثر إنتاج النفط حتى الآن. قال مسؤولون هنود يوم أمس السبت أن 560 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في شمال الهند، كما أن هناك آلاف المفقودين بسبب فيضانات وانهيارات أرضية نتجت عن هطول أمطار موسمية مبكرة، وذلك وسط توقعات بزيادة عدد القتلى لاحقا. وقد جرفت المياه منازل ومباني سكنية صغيرة على نهر الجانج الذي يقدسه الهندوز، كما جرفت سيارات وشاحنات كثيرة. ويشارك جنود في عمليات الإنقاذ، حيث تلتقط طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الهندية الناجين الذين يوجد بينهم حجاج هندوز وسياح. وقالت وزارة الداخلية أنه قد تم إنقاذ نحو 33 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي. وقدم رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ من صندوق الإغاثة الوطني 3400 دولار لكل من الأسر التي فقدت أحد أفرادها، و840 دولارا لكل مصاب.